قبل ما تسمع القصة اعمل حالا اعجاب واشتراك في القناة. مستنية اشوف اعجابكم واشتراكاتكم عندي. انا اسمي نورة وعندي 24 سنة، عايشة في محافظة الغربية. معايا بكالوريوس اداب وبشتغل مساعدة في صيدلية علشان اساعد جوزي، لان المرتب بتاعه قليل قوي. هو بيشتغل في ورشة بعيدة عن البلد بتاعتنا بحوالي نص ساعة. ما كنتش أتخيل في يوم من الأيام إني أخلي واحد تاني يلمسني غير جوزي، وكان برضايا. جوزي غلبان جدا وملوش في أي حاجة خالص، كل حياته الشغل وبس. أنا متجوزة بقالي سنة بالظبط، بس لسه ربنا مرزقنيش بأطفال، وعملت كل حاجة ممكن أي حد يتخيلها. كشفنا عند دكاترة كتير قوي، وعملنا كل حاجة، وكل الدكاترة قالولنا انتم كويسين ومفيش حد فيكم عنده مشكلة طبية، وحياتي كانت ماشية كويسة جدا. بس كان الموضوع بتاع الخلفة ده اكتر حاجة مضايقاني، خصوصا ان حماتي كل شوية تتكلم وتلقح بالكلام، وانا ما بقيتش احب انزل عندها بسبب الموضوع ده. وبصراحة تعبت نفسيا لحد من 4 شهور بالظبط. بدأت أحلم بأحلام غريبة، وكنت كل يوم بصحى مرعوبة بالليل، خصوصا إن جوزي بيبات في الشغل وبيرجع الصبح، وأنا بكون نايمة في الشقة لوحدي. لما بدأت أحلم الأحلام دي حاولت أتجاهل الموضوع ومهتمتش، بس الأحلام دي استمرت معايا كتير لدرجة إن أنا بقيت أحلمها تقريبا كل يوم. وكنت بحس إن في حد بيجي بيكتفني ويخليني مش قادرة أتكلم أو أتحرك، واحس ان في حد بينام معايا وبيعمل معايا علاقة كأنه جوزي. وكنت بحس بكل حاجة علشان فعلا في واحد نايم معايا على السرير، وبحس بكل حاجة بيعملها. في الأول أنا كنت ببقى خايفة من الأحلام دي لأنها كانت بتجيلي، بس مع الوقت ومع اللي بقى يحصل لي في الحلم خلاص عرفت ايه اللي هيحصل. بقيت استمتع بالموضوع، وفضلت على كده حوالي شهرين كده ما حكيتش لأي حد عن أي حاجة خالص من اللي بتحصل معايا دي، ولا كنت عارفة ايه ده. بصراحة كنت مكسوفة أحكي لحد عن اللي بيحصل معايا في الحلم، بس في نفس الوقت أنا عاوزة أعرف ايه اللي بيحصل معايا ده وليه أنا اللي بيحصل معايا كده. لحد ما حكيت لواحدة صاحبتي قوي واسمها داليا، وعارفة إنها هتكتم سري ومش هتقول لأي حد. وحكيت لها كل اللي بيحصل معايا في الحلم، وقالت لي دي حاجة اسمها جن عاشق، وده غلط ولازم تروحي لحد علشان يعالجك منه. قلت لها بس انا معرفش حد ومليش في الحاجات دي. قالت لي طيب انا هسألك على حد، ولو كده ما تقلقيش انا هروح معاكي في الاول. بس انا اترددت شوية، وبصراحة كنت خايفة اروح لوحدي، بس في الاخر وافقت. وبعد 4 ايام لقيت داليا بتكلمني وبتقولي انها وصلت لحد شغال في الحاجات دي وبيعالج. قلت لها انت تعرفيه يعني معرفة شخصية؟ قالت لي لا، مش معرفة شخصية ولا حاجة، انا جبت رقمه من على النت، بس ما تقلقيش. المهم داليا اتصلت بيا وحددت ميعاد معاه، وقال لها ان هو ما عندوش وقت فاضي الاسبوع ده خالص، وحدد لنا يوم الاربع الاسبوع اللي بعده، وادالنا العنوان بتاعه بالتفصيل. وساعتها ما كنتش عارفة اقول لجوزي ولا لا. سألت داليا، قالت لي لا ما تعرفيش حد حاجة، واحنا كده كده مش هنتأخر هناك، كأنك في الشغل بتاعك ومحدش هيعرف حاجة. قلت لها خلاص تمام. وفضلت مستنية يجي يوم الأربع وانا عمالة افكر في الموضوع. وبصراحة كنت خايفة جدا لاني اول مرة في حياتي اتعرض للموقف ده او ألجأ لحد في حاجة زي كده. رحت متصلة بداليا وقلت لها انا قلبي مقبوض قوي وخايفة اروح. وقالت لي يا حبيبتي ما تخافيش، والله انا كده كده هكون معاكي، خايفة من ايه؟ المهم طمنتني لحد ما انا هديت. ويوم الاربع الساعة 11
لقيت داليا بتتصل بيا وقالت لي احنا ميعادنا هناك الساعة 5. قلت لها تمام على ما جوزي يكون راح الشغل بتاعه. ونزلت قابلت داليا على الساعة 4 وركبنا ورحنا لمكان الراجل اللي كان مدخلنا ده. دخلنا بيت كان قديم قوي، والبيت ده كان عبارة عن دور واحد، دور أرضي وفي شقة واحدة. داليا راحت مطلعة الموبايل بتاعها ومتصلة بيه، قالت له احنا وصلنا وواقفين في المدخل بتاع البيت. فجأة لقينا باب الشقة اللي قدامنا اتفتح، وواحد قال لنا تعالوا اتفضلوا. انا كنت فاكرة هلاقي راجل عجوز او كبير في السن زي ما كنت بشوف في الافلام، لقيته راجل شاب عادي عنده حوالي 35 سنة. استغربت ودخلت وقعدنا الشقة، وكانت مليانة كتب قديمة وصور غريبة ومتعلقة على الحيطان. قعد معانا وقعدنا نتكلم وندور سوا. ما حسيتش ان عنده واحد من الناس بتوع الاعمال والحاجات دي، وعرفت ان اسمه وائل او ابو وعد. فبقول له ربنا يخليها لك. قال لي انا مش متجوز. قلت له امال انت ازاي اسمك ابو وعد؟ قال لي لا ده اسم مجرد اسم مش اكتر. وائل زي ما قلت لكم كان شاب في الثلاثينات، كان طويل وابيضاني وعنده لحية خفيفة، وعينيه كان فيها نظرة غريبة أوي. كنت بحس ان لما ببص في عينه كأنه بيشوف اللي جواي على طول. قعدنا نتكلم وانا حكيت له عن الاحلام اللي بحلمها بالتفصيل. كان بيسمعني باهتمام ومركز في كل كلمة بقولها له. وفي الاخر بعد ما خلصنا كلام قال لي ما تقلقيش، ان شاء الله خير، هاتي رقم تليفونك وانا هكلمك النهاردة وهقولك هنعمل ايه. المهم اديت له رقم تليفوني ومشيت انا وداليا. وبعد ما خرجنا من عنده داليا قالت لي حسيتي بايه؟ قلت لها مش عارفة، بس انا نفسيا حاسة ان انا مرتاحة ومش قلقانة زي الاول. ورحت البيت ودخلت عند حماتي وسلمت عليها وقعدت معاها شوية ورحت طالعة على طول. خفت لحسن وائل يتصل بيا وانا قاعدة عنده. وعلى الساعة 9 بالليل لقيت موبايلي بيرن. ببص لقيت رقم غريب، قلت ده اكيد وائل. رديت عليه وطلع فعلا هو، وفضل يتكلم معايا كتير، وحسيت قد ايه ان هو مهتم بكل حاجة انا حاسة بيها. وفي وسط الكلام سألني مين عارف الموضوع بتاعنا ده غير صاحبتك؟ وقلت له مفيش حد تاني يعرفه. قال لي طيب مبدئيا كده علشان تخف من الموضوع ده وينتهي خالص لازم الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك ومفيش مخلوق تاني يعرفه. وقلت له طيب ما صاحبتي عارفة؟ قال لي انا عاوزك بعد يومين تعرفيها انك خفيتي وانك خلاص بقيتي كويسة وما بقيتش تحلمي بأي حاجة تاني، وتنهي الموضوع ده معاها خالص وما تحكيش لحد عن اي حاجة بعد كده بخصوص الموضوع ده ولا حتى عن كلامي معاكي. اتفقنا؟ قلت له حاضر اتفقنا. سألني انت متجوزة ولا لا؟ قلت له اه متجوزة، بقالي سنة بس لسه ربنا مرزقنيش بأطفال. قال لي ما هو ده السبب اللي خلاكي لحد